هو فعلا موديل نانو بنانا الجديد هيخلص على الفوتوشوب؟ الحقيقه موديل نانو بنانا اللي عملته جوجل اللي هو اسمه جيميناي 2.5 فلاش ايمج موديل خطير فعلا وبيعمل اعجاز. بيقدر يركب الصور مع بعض واكن حد مصممهم بطريقه محترفه جدا. برومت صغير يقدر يغير الخلفيه، بيضيف عناصر، بيثبت الشخصيات، ويطلع صوره اكنها اعلان رسمي من غير ما تفتح فوتوشوب او حتى تجيب مصمم. بس السؤال هنا ازاي نقدر نوصل له؟ وهل فعلا يستاهل الضجه دي؟ عشان توصل لموديل نانو بنانا وتقدر تجربه قدامك حاجه من الاثنين، ان انت تستخدم الطريقه الرسميه اللي هي عن طريق جوجل اي اي ستوديو وتخش في النانو بنانا وتجرب تعمل الصور، تحط له صوره والتكست وتقول له ضيف الاضافه اللي انت عايزها. او الطريقه ثانيه واسهل وانا هقول لك عليها بعدين. طب ليه طريقه ثانيه واسهل؟ لان جوجل اي اي ستوديو حرفيا بيبقى مضغوط جدا من كتر طلبات توليد الصور اللي عليه، وده العادي في اي موديل جديد بيطلع عليه ضجه، غير ان هو قفل لي كذا برومت بسبب ان هو يعني غير مطابق للمحتوى. المهم في الاخر قدرت اجرب النانو بنانا. طلبت منه ان هو يحطني مع محمد صلاح في مناسبه رسميه، مش بس كده كمان طلبت منه ان احنا الاثنين نشرب شاي، بس هو زود نعناع في الشاي من غير ما اقول له، بس ما فيش مشكله. المهم ان النتيجه كانت بصراحه حلوه جدا. شكلي ما اتغيرش بنسبه كبيره بس حصل تغيير بسيط. بس الصعوبه في ان انا اوصل للنانو بنانا عن طريق الجوجل اي اي ستوديو خلاني ادور هل في موديلات ثانيه بتقدر تعمل نفس النتيجه. الحقيقه اني لقيت ان في موديلات ثانيه ومفتوحه المصدر ومجانيه وبتقدر تستخدمها من غير ضغط وبتطلع نفس النتيجه تقريبا. الموديلات الثانيه دي زي فلكس 1 كونتكست وكوين ايمج اديت، ودي اللي عايز يقدر يوصل لها ممكن ابعتها له لو طلبها مني. اما بقى الطريقه الثانيه الاسهل اللي قدرت اوصل لها برضو ان انت تجرب بيها النانو بنانا، وهي طريقه غير رسميه، ولكن الموديل ده موجود في منصه اسمها LM ارينا، والحقيقه ان اللي واخد اعلى تصويتات في LM ارينا هو نانو بنانا. بس خلينا متفقين ان الموديلات الثانيه تقدر تدي نفس النتيجه وجوده قريبه جدا من النانو بنانا بس من غير مشاكل النانو بنانا. الخلاصه الموديل الجديد دايما بيبقى عليه ضجه ودايما بيبقى عليه ضغط والسيرفرات بتاعته على طول بتقع. اما لو عايز لينكات الموديلات اللي انا قلت لك عليها LM ارينا تقدر تكتب لي تحت في الكومنتات وهبعت لك اللينكات على طول.